أحبة المشاهدين، أحبة المتابعين، أحبة الرياضيين، أينما كنتم معكم أنا عصام عقيل دائما وأبدا معكم في كل ما هو جديد. أصدقاء المتابعين والمشاهدين، سنتحدث اليوم عن قرعة بطولة آسيا للناشئين، وكيف كانت القرعة، وإلى أين سيذهب المنتخب اليمني، ومن سيواجه في هذه القرعة التي جعلت من المنتخب يكون أو لا يكون. أصدقاء المشاهدين، كل ما عليكم هو مشاهدة الفيديو الأخير وستعرفون جميع التفاصيل. أصدقاء المشاهدين، سنتحدث عن المجموعات كلها، فيما أن القرعة جرت يوم الخميس. طبعا سيكون المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة هي الأقوى بين المجموعات، فقد يلاقي في المجموعة الرابعة اليابان والهند وفيتنام وأوزباكستان، هذه المجموعة الرابعة. أما المجموعة الثالثة سيكون طاجيكستان وأستراليا والسعودية والصين. أما المجموعة الثانية ستكون كوريا الجنوبية وإيران وأفغانستان ودولة قطر. أصدقاء المشاهدين، الآن سنتحدث عن القرعة والمواجهة التي سيلعب فيها المنتخب اليمني. المنتخب اليمني سيقابل في القرعة تايلاند وماليزيا ولوس. طبعا الدولة المستضيفة ستكون تايلاند، وطبعا هي الأقوى في المجموعة بعد لويس. أما ماليزيا قد تكون هي الأسهل للمنتخب اليمني. هنا قد يكون المنتخب اليمني لديه فرصة في التأهل، بما أنه ابتعد عن منتخب السعودية وقطر والمنتخبات القوية. قد يكون الفرصة لتأهل إلى المونديال. أصدقاء الرياضيين، كان من واجبي أن أقدم لكم تفاصيل القرعة ومن سيواجه من في هذه البطولة. أما واجبكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا كان عندكم آراء أخرى اكتبوا لي في التعليقات. كنت معكم أنا عصام عقيل، فانتظروني في لقاء متجدد وجديد في مواضيع أخرى، وإلى اللقاء.